طاجن بامية بالعكاوي رهيب. في البداية بضيف سمنة وزيت زيتون، ممكن نضيف زيت بس او ممكن نضيف سمنة بس انا بحب اعمل ميكس بينهم هما الاتنين. بضيف اللحمة وبعدين بضيف شوية من التوابل هكتبها لكم تحت في الكابشن. في الطاجن ده ممكن تستخدمي اللحمة عكاوي او اي نوع لحمة متوفر عندك. بضيف البصل مقطعاه مكعبات صغيرة عشان نكهته تبان اكتر، فصين من الثوم، طماطم متقطعة، وضفت كمان طماطم معصورة فريش. بعد كده بضيف مية سخنة وضفت كمان 7 بهارات وكزبرة ناشفة ومعجون طماطم، واكيد طبعا بالملح. بسيبهم بقى مع بعض يتسبكوا شوية، بغطيهم واسيب اللحمة تستوى، وبضيف رشة سكر عشان اعادل الحموضة. وقرب ما الاقي اللحمة بدأت تستوى بضيف البامية. بعد كده بغطيهم واسيبهم يستووا مع بعض. لما احس ان البامية خلاص استوت وتسبكوا هما الاتنين مع بعض بنقلهم في الطاجن واحطهم في الفرن يتحمروا. وهما بيتحمروا بجهز الطشة. في طاسة هحط معلقة كبيرة من السمنة البلدي وانزل عليها بالثوم. بعد كده بحط كزبرة ناشفة، ولما يبدأ يتحمر بضيف عليهم كزبرة خضراء. الطاجن يطلع من الفرن واضيف عليه احلى طشة. بقدمها مع رز حباية وحباية وبألف هنا.